بدأوا بال 75 كان اعتقد، بدأوا بحركة تسفير، سفروا مجموعة من هذول الخيرين من عندنا. أنا بفترة التسفير بالذات كنت بالكلية، اضطريت أن ما أداوم 12 يوم ما داومت، لأنه حسيت بأنه أعز أصدقائي ياخذوهم، يعني أصدقاء طفولة، جوارين طفولة. شفت يعني مدينتنا فرغت، يعني فد صدمة كبيرة كانت بالنسبة لنا، كلها قاعدة وتنتظر مجرد يجي ضابط الأمن أو شرطي بالأمن أو شرطي عادي أو رفيق حزبي، مجرد يقول يلا. حتى الناس أنا أتذكر اللي ياخذوهم ككل طلعوا أوراقهم الثبوتية، طلعوا آبائهم بالعهد الملكي، آبائهم خادمين خدمة عسكرية هنا بالعراق. باوع شلون المجزرة، والله مجزرة يعني، مو بس حرب نفسية وإنما حرب فعلية كانت. هالعوائل قدام ياخذوها بهاي السيارات العسكرية القديمة، هم وأطفالهم ونساء شباب وشابات، يعني ذولاك يبكون احنا نباوع عليهم. فالمناظر يعني ما توصف. يعني من اعز اصدقائي كان سفروه قاسم حسين منصور، من سفروه من دخلت قوات العراق، صارت الحرب دخلت قوات العراق هناك، هذول يعني كل تفكيرهم يعني تفكير بسيط، يحنون بلدهم، منطقتهم، ديرتهم. فشافوهم اجوا هم من القوات العراقيه باعتبار يرجعون لمدينتهم. فعلا جابوهم عدموهم هنا ورا بيتنا هنا مباشره، هنا عدموهم. لا انا شفته بس كان بالسياره سلم عليه.